السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي باحسن الاحوال. دائما في البداية نقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. اما بعد خياتي كامل طلبتوا مني وصفة المقروط. لبيت الطالب الخياتي مقروط الكوشة معسل حتى للقلب خياتي، وصفة سهلة سهلة، وصفة الورشات، وصفة من أروع ما يكون، خاصة اللي ما تعرفش دير المقروط وتكون حتجربوا لأول مرة. يعني عطيته لكم هذه خطة بطريقة مختلفة شوية، بصح يجي ما شاء الله، يجي قلت لكم العقدة تاعو يجي معسلة، هو يجي ما شاء الله، يجي يذوب في الفم مرمل. يعني نعيا نحكي لكم خياتي ماشي كيما تجربوا انتوما الوصفه وتحكموا بنفسكم. انا شوفوا هنا المقروط تاعي شويه جمرته، انا نحبه مجمر، هو نورمالمون يطيب شويه صفر يعني ماشي مجمر بزاف، ومن بعد في العسل وكامل يزيد يتحمر. انا هنا جمرته شويه على يعني على الحد تاعو، يعني جاني شويه مجمر وهكاك وخياتي جاي يذوب في الفم، جاي يذوب ذوبان. ما بقى لي غير نقول لكم خياتي تبعوا المقادير وطريقه التحضير، وسمحوا لي لا نطول عليكم خياتي لانه نحب نشرح لكم كل حاجه يعني بالتفاصيل الممله، خاصه قلت لكم للمبتدئين. واش نحتاجو خياتي في الوصفه نتاعنا؟ نحتاجو الحاجه الاولى السميد تاعنا المتوسط. انا هنا استعملت موله الازرق، واستعملت 600 غرام تاع سميد مع 100 غرام تاع فارينه مع قرصة الملح ولافاني وثلاث ملاعق زيت او 2، وهنا 2 ملاعق كبار تاع سكر ناعم، ونحتاجو ماء الزهر، ونحتاجو فلوريال 250 غرام تاع البواطه، من الاحسن تاع البواطه، وهذيك اللي شتوها في القرعه يعني ماء الزهر يعني بودر يجي. نتوما لستو تاع الميزان شرو تاع الميزان احسن. بالنسبه للعقد هنايا خياتي انا درت كميه كبيره يعني لاني درت عبر كبير، يعني درت 600 غرام، بعد زدت درت 600 غرام واحده اخرى، يعني درت 2 عبار. نعطيكم العبر هذا خياتي. هنايا درت 600 غرام خليط بين الجوز واللوز، ومن بعد ندير له 250 غرام 250 غرام تاع سكر يعني عادي مع لافاني وقرصة الملح. طبعا تحبوا تزيدوا شويه بودر تاع الماء تاع ماء الزهر يعني زيدوا شويه. نحتاجوا حبه تاع البيض، ونحتاجوا كذلك ماء الزهر باش نلم العقده نتاعنا. كما قلت لكم خياتي نبدا ندخل حبه تاع البيض تاعي مليح بيديا، ومن بعد نبدا نلايم بالماء الزهر. هنا نعطيكم نصيحه خياتي في العقده، خدموها مليح بيديكم، يعني ماشي تخدميها دقيقه ولا 2 تقولي خلاص ومن بعد تقولي لا المقروط تاعي جاني يابس وعلاش العقده جاتني يابسه، لانه لازم تخدميه مليح، لانه السكر لازم تذوبيه. سخانه تاع اليدين وكي تخدمي هذاك الاحتكاك هو اللي راح يذوب السكر نتاعك، يعني لازم تخدمي السكر تاعك ولا العقده تاعك لازم تخدميها مليح. انا هنا سرحت الفيديو خياتي لانه ما نحبش نطول عليكم، وكاين بزاف الناس يقولوا كي تطولي وتهضري بزاف وبلا بلا بلا بلا، انا ما نحبش، انا نحب نوصل المعلومه كامله خياتي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هنا نروحوا للمقروط تاعي، ندير 600 غرام تاعي تاع السميد، قلت لكم استعملت موله المتوسط. انتوما اللي عندها سيم هذاك الاحمر دير من الاحسن سيم، واللي ما عندهاش ادير موله الازرق. درت الفارينه تاعي، هنا قلت لكم 2 ملاعق كبار تاع سكر ناعم، هنا جوزتهم في الصفايه باش على الحبيبات، وندير قرصه الملح لافاني تاعي، يعني ندير النواشف قبل ومن بعد نجوز الحاجه السائله. وهنا درت بودره تاع ماء الزهر. قلت لكم اذا صرتوا تاع الميزان اشرو تاع الميزان احسن، يجي ريحته ما شاء الله. هنا خياتي ندخل النواشف نتاعي، ومن بعد كات باش نبدا نستعمل نحط الزيت تاعي، قلت لكم اللي هي 2 ملاعق كبار او 3، يعني من 2 ملاعق حتى 3 ملاعق تاع الزيت كيما راكم تشوفوا خياتي. دخلت النواشف نتاعي، ومن بعد كات نضيف الزيت ونضيف الزبده. هنا بالنسبه للزبده، الزبده راح نضيفها هكاك، يعني نديرها غامولي، حنغاموليها الزبده تاعي ما نذوبها ما والو.
قلت لكم صدقوني كي تغاموليوها مليح وتدخلوا الزبده تاعكم مليح وتخدموا مقروطكم يجي ما شاء الله. قلت لكم خياتي يجي معسل معسل. وهذه الوصفه عطيتها لكم بكل مصداقيه، يعني وصفه كما نقولوا قريناها بالدراهم ماشي باطل، ومديناها لكم باطل خياتي. كما راكم تشوفوا هاي ليكم غاموليت الزبده تاعي مليح، خدمتها مليح بيدي، ودخلت كامل الزبده تاعي في السميد. يعني ما تتقلقوش في المقروط، يحب توسعي خاطرك معاه، يحب القانه، هذا هو المقروط يعني كيما المقروط تاع زمان نديروه نبيتوه، هذا تخدميه في نهارو، طيبيه في نهارو ويجي ما شاء الله. يعني حنخليه يريح غير شويه ومن بعد كات نخدمه، ما عنده حاجه، يعني ما يريحش، ما عنده حاجه خياتي. كيما راكم تشوفوا خياتي ندخل الزبده تاعي مليح، نغاموليها مليح بيديا، ومن بعد نبدا نلم فيها بالماء الزهر تاعي، نلم بالماء الزهر وحده، ما ندير لا ما لا والو، ندير غير ماء الزهر وحده. كيما راكم تشوفوا هنايا سرحت الفيديو، يعني سرحت الفيديو قد ما نقدر خياتي. كيما راكم تشوفوا هكايا، شوفوا كيف راهو دخلت الزبده تاعي مليح في الوسمو في الدقيق تاعي والفارينه وكامل باش ينسجموا. شوفوا يعني هنا حاولت نوري لكم نوضح لكم، ان شاء الله تكونوا شفتوا وفهمتوا خياتي. هنا نبدا نلم المقروط نتاعي، هنا ما نعجنش خياتي، احنا نقولوا نبدا شغل ننطم برك، ننطم هكا ندور حتى ينطم المقروط نتاعي. كما راكم تشوفوا يعني ننطم غير بالعقل، راني ندير في المزهر وندور هكايا حتى ينطم لي كامل السميد تاعي، ثم نحبس. يعني بعد نجرب اذا السميد تاعي يكفيه المزهر ولا لا. كيما راكم تشوفوا هكا نطم مليح خياتي، ونشوف اذا خصو الماء الزهر نزيد له ماء الزهر. هنا يعني خليت الفيديو هكا خاطش كاين بزاف خياتي مبتدئات ما يفهمونيش، يعني يحبوا يشوفوا، يحبوا نوضح لهم، وكاين واحد اخرين ما شاء الله يعرفوا. على هذيك يقولوا لي طولتي في الهضره وطولتي في الفيديو طولتي. خياتي والله ماني نطول فيه، راني يعني نقصر فيه قد ما نقدر ونسرع فيه قد ما نقدر. شوفوا هنا سيت وحده وخصها شويه ماء الزهر، يعني زدت ضفت شويه ونزيد نسيي الحبه نتاعي. شوفوا هنا خياتي بعد ما جربت العجينه نتاعي، يعني راني نسيي فيها كيفاش اسكو خصها الماء الزهر ولا لا. نشوفها لما تشقتليش ولا نعرفها باللي خلاص، يعني واسمو تاعي السميد تاعي يعني ادى الماء الزهر، يعني ماء الزهر يعني شرب. هذه هي كيفاش نفهمكم خياتي، يعني نفهمكم يعني قد ما نقدر. هنا نجوز نوزن المقروط تاعي، يعني خليته ما خليتوش بزاف ريح، ونجوز نوزن فيه. هنا ديروا 40 غرام مقروط تاعكم، توزنوه 40 غرام. وهنا نجوزو الحشوه كذلك نوزنوها 15 غرام، يعني 15 غرام تجي الحبه ما شاء الله، تجي الحبه كامله ومكموله كما احنا نقولوا. كاين اللي تحب تنقص دير 13 12، انا ليسونسيال قلت لكم 15، يعني تجي الحبه تاعكم تجي ما شاء الله كما راكم تشوفوا. قلت لكم بالنسبه للعقده نتوما لا درتو غير 600 غرام تاع السميد نقصوا، يعني انا درت 600 نتوما ديروا 300 غرام تاع اللوز والجوز. واللي ما عندهاش دير الكاوكاو، واللي حبت دير بالتمر، يعني وشنو التمر تخدموه مليح خياتي بالماء كما وريت لكم في الوصفات الاخرين، دائما تخدموا التمر تاعكم بالماء باش يجي طري. هنا نحل الحبه نتاعي ونغلقها ونديرها في المول تاعي. هنا وريت لكم زوج انواع تاع ليمول، انا جاني المدور احسن، يعني وريت لكم المقروطه كيفاش يجي،
وريت لكم هذا المدور كيفاش يجي. يعني المدور يجي ما شاء الله ويجي بالطبع وكل شيء كما راكم تشوفوا هنا. نوري لكم حبيبه كيفاش نخدمها، يعني قلت لكم خاصه للمبتدئات خياتي اللي تعرف تسرع الفيديو من عندها. كما راكم تشوفوا خياتي هكا. حطي المول تاعك في يعني في فوق البوطاجي وحطي الحبه تاعك وسويها ومن بعد نحيها. شوفوا كيفاش تخرج ما شاء الله. يعني تجي الحبه كبيره وتجي ما شاء الله، يعني تتعمر العين. نزيد معاكم حبه ثانيه هكايا ونحط الاخر تاعي. وهنا راني شعلت الفور تاعي، يعني شحلت الكوشه تاعي على 200 درجه، خليتها تسخن ونشك المقروط نتاعي. قلت لكم المقروط هذا يدي من 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، يعني على حساب الفور تاعكم. كاين اللي يدير حتى 30 دقيقه. يعني سخنوا الفور تاعكم، اشعلوا على 200 درجه، ومن بعد ندخل المقروط نتاعي. شوفوا كيفاش تجي الحبه، تجي ما شاء الله. قلت لكم توزنوا العجينه 40 غرام يعني اللوز تاعكم مع الجوز توزنوه 15 غرام. شوفوا حنسيل لكم هنا حبه تاع المقروطه، شوفوها برك كيفاش تجي. ومن بعد ندخل المقروط نتاعي يطيب، ومباشره يطيب مباشره في العسل. يعني نكون موجده العسل تاعي نخرجه من الكوشه مباشره للعسل ونخليه في العسل. كما راكم تشوفوا خياتي هنا سيت لكم حبه تاع المقروطه كيفاش تجي. قلت لكم دائما المول حطوه فوق البوطاجي وتخدمي باش يساعدك فوق البوطاجي، فوق الطابله، فوق. شوفوا كيفاش جات مام المقروطه جات ما شاء الله. يعني بصح في المدور جات احسن. شوفوا هنايا هكا المقروط تاعي ندخلو يطيب كيما راكم تشوفوا هكا، ندخلو يطيب ومن بعد نخرجو مباشره للعسل. يعني نحيه سخون بسنيوه نديرو في العسل. شوفوا كيما راكم تشوفوا. قلت لكم انا جمرته شويه، يعني المقروط تاعي جمرته شويه. شوفوا انا خليته هنا في العسل، يعني خليته واحد الساعه ما عنده حاجه. يعني قد ما تخليه ما عنده حاجه، خليه ساعه ساعتين ومن بعد نحيه قطريه خليه يقطر. ومن بعد يكات تحبوا تزينوه، واللي ما تحبش تزينو تحب يعني تخليه حتى الدقيقه التاليه تخبيه في علب. يعني بعد ما يبرد مليح تخبيه في العلبه وتغلق عليه، ونهار العيد ان شاء الله ولا ليله العيد ولا تجبدو دير هكا الجلوكوز. دير ملعقه تاع جلوكوز مع 3 ملاعق تاع العسل وتلصق الحبات يعني تاع اللوز والجوز وكامل. وتحب حتى يعني تحكموا البانسو وديروه من الفوق باش يقعد يبرق، يعني في بلاصه لاجولي. يعني لاجولي كيما نعرفوها تقرص الكاطو. انا نستعمل هكا ندير جلوكوز يعني ملعقه، يعني نتوما على حسب الكونتيتي تاعكم. كيما انا هنايا درت ملعقه كبيره تاع الجلوكوز مع يعني العسل دائما يكون اكثر من الجلوكوز. درت ملعقه تاع الجلوكوز مع 3 مغارف حتى 4 تاع العسل، ونسخنهم فوق النار نديرهم يسخنوا. ومن بعد كده نخدم به لانه لازم يتسخن، وكي يبرد لك عاودي سخنيه وخدمي به وراح يلصق لك الحبات ما شاء الله. يعني ما يطيحولكش الحبات تاع اللوز تاعك ولا الجوز ولا يلصقوا ما يطيحوش، يعني ينشف عليهم يجوا ما شاء الله. قلت لكم تحبوا ديروه ملمع ديروا فوق الحبات تاعكم تاع المقروط. يعني قبضي بانسو غطسيه في الجلوكوز تاعك مع العسل وبانسي من فوق يقعد يلمع ما شاء الله. شوفوا انا هنا درت بالعقاش، درت يعني وريت لكم هكايا. ما بقى لي غير نقول لكم خياتي دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساونيش جام لي كومونتير وبارطاج، واللي مازال مشتركش في القناه نقولها ما عليك غير تفعلي الجرس. هيا خياتي صحه فطوركم ودمتم في رعايه الله وحفظه.